بصراحة أبدا أبدا ما توقعت النتيجة، وبما إنه بيحبوه الكبار قبل الصغار وبيخلص معاكم ب5 دقايق بس، فقومي حضريه فورا واستمتعي ومتعيهم بأطيب طعم. لايك وشير قبل ما نبدأ بكون كتير ممنونة لإلكم. ننزل على التعليقات ونصلي على الرسول ونقول بسم الله ونبلش. في البداية رفعت المقلة على الغاز وضفت 1 كوب من الحليب ومعلقة كبيرة من الزبدة. عندي هون 1 كوب من الشوكولاتة، أي نوع بتحبوه بتفضلوه، حتى لو كانت شوكليت شيبس برضه بيمشي الحال، بس لو استخدمتي بار شوكولاتة يفضل تبشريه قبل ما تضيفيه لحتى يسهل عليكي انه يدوب. بعد هيك ضفت نص معلقه صغيره من الفانيلا ومعلقه كبيره مليانه من الكاكاو المر الخام. هلا بالوصفه الاصليه ما ضافوا معلقه الكاكاو، ولكن اضافه الكاكاو بتعزز لك الطعم وكمان بتعزز لك اللون. بعد ما دابت عندي الشوكولاته بالكامل ضفت بسكوت ساده، استخدمت 165 جرام. دمجت كل المكونات مع بعض ويا دوب دقيقتين ومباشره برفعه عن النار. احبائي لو حبيتوا تستخدموا بسكوت بنكهه الشوكولاته ابدا ما في داعي انكم تستخدموا معلقه الكاكاو، اللون والطعم رح يتعزز عندك من نفس البسكوت. رح اضيفه وهو سخن بيغلي بمحضرة الطعام، او اذا عندك خلاط الشاف كمان بيمشي الحال. خلطه على سرعة عالية وكل شوي بوقف الخلاط وبشوف انا وصلت للقوام اللي انا بدي اياه او لا. واحبائي اسمحوا لي بس اسالكم من اي بلد بتتابعوني، كتير بحب شوف تعليقاتكم الحلوة واتعرف عليكم من اي بلد. شوفوا احبائي وركزوا معي منيح، انا خلطته للمرة الاولى وبالنسبة لي قوامه كتير تقيل، فرجعت ضفت كمان ربع كوب من الحليب. وهون صوص الشوكولاتة بيعتمد انت كيف بتحبيه، تقيل او خفيف، والراعي انه هو رح يدخل الثلاجه فرح يتقل معاكي اكثر. انا بالنسبه لي ال 165 جرام من البسكوت اخذوا معي كوب وربع من الحليب. شوفوا بسم الله ما شاء الله، عن جد هو كتير زاكي. ما بقدر اقول لك انه هو بديل ممتاز، ولكن نكهته كتير زاكيه، خصوصا اذا استخدمتوا شوكولاته كتير طيبه، بسكوت كتير طيب، فبيطلع معاكم اشي ولا اروع من هيك. بتقدري تحتفظي فيه بالثلاجه لمده 4 ايام مش اكثر من هيك. خلينا نكون متفقين هو اصلا مش رح يضل لثاني يوم. احبائي كالعاده لو وصلتوا معي لهون اكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك وخبروني حتجربوه او لا.